السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي ومتابعي موحى الأهلاوي، أهلا بكم. الحقيقة صوتي رايح من مباراة الأهلي والبنك الأهلي. الحقيقة كنت موجود هناك في الاستاد. لكن فدا الأهلي، أي حاجة في الدنيا فدا الأهلي. آه، كانت فرحة عظيمة. أنا كنت موجود في الدرجة التالتة شمال، ويمكن دي اول مرة احضر في الدرجة الثالثة. وكنت حابب ان انا يعني اكون وسط الجمهور ووسط الهتافات ووسط التداعيات. كانت رائعة فظيعة. يعني بجد التالتة شمال حكاية تانية. يعني انا كنت دايما بفضل الدرجة الاولى او اللي هي الدرجة التانية او المقصورة. لكن اول مرة احضر التالتة شمال. صوته راح من كتر التشجيع. الناس بتخليك لوحدك بس كده، يعني تخش في المود بسرعة. الحقيقة كانت أجواء جميلة جدا، واللي حلها أكتر الفوز المثير والعظيم والرائع، وفرحة ما بعدها فرحة. طبعا إن شاء الله هنزل لكم فيديوهات، كل الفيديوهات وأنا مصور الهدف. يعني أنا مصوره بالصدفة، أو يعني أنا كنت بحاول أي هجمة بحاول ان انا اصورها. طبعا كنت بتمنى ان يكون كل الهجمات اللي كان الاهلي بيعملها كانت تسفر عن جون. لكن سبحان الله خلاص، يعني حسيت ان انا لسه عايز، لسه في امل، لسه الاهلي هيكسب. لا، من الاهلي مش يعني. كنا بقالنا فترة كنا مفتقدين الاحساس ده. كانت الفرقة موصلانا ان هي خلاص، يعني بتيجي الدقيقة 90 خلاص ما عادش الروح. لكن رجعت الروح من تاني، رجع الاصرار من تاني، رجعت العزيمة من تاني. هدف مفيش احلى من كده. بطولة مفيش احلى من كده، هي البطولة الاعظم. من بعد في عندنا بطولات كتير كانت مهمة. لما كان الفرق 13 نقطة مع الزمالك، الدوري بتاع الاسماعيلي، في بطولات كتير جدا كانت عظيمة للنادي الاهلي. بس بصراحة ما شفتش زي البطولة دي. بصراحة بطولة عظيمة جدا جدا. ليه؟ حاجات كتير قوي انتوا عارفينها. كل الاهلاوية عارفين الامور اللي حصلت، سواء من بيراميدز اللي حصل ان هي طلعت علينا والطموح، وبعد كده الظلم التحكيمي، بعد كده الظلم اللي حصل في موضوع مباراة القمة اللي الاهلي ما راحهاش. حاجات كتير 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 وضغوط كتير جدا على الاهلي. كولر مشى، بطولة افريقيا راحت مننا، الانتر كونتيننتال ما وصلناش للنهائي مع ريال مدريد، بطولة السوبر الافريقي. كان موسم صعب 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 جدا. وان شاء الله ربنا يكملها على خير. عايزين ما نتفائلش، عايزين ما نتفائل، اسف. عايزين ما ناخدش الثقة الزيادة. لا، احنا عندنا تفاؤل وعندنا ثقة في ولادنا، لكن ما يبقاش زيادة. عايزين هدوء. مباراة ايا كان، فاركو فريق كويس جدا. فاركو كسب بيراميدز، تمام. وادى قدامه مباراة عظيمة. فبالتالي ما نفرطش في التفاؤل. لا، بهدوء بهدوء، وان شاء الله باذن الله هنفوز. ومش عايزين حاجة اسمها تعادل. الاهلي ما بيتعادلش، الاهلي ما عندوش حاجه اسمها تعادل. التعادل هي ان شاء الله هيدينا الدوري، والله اعلم. جايز بيراميدز يكسب 5 6 7. ما تضمنش اي حاجه في الدنيا. هيقابل سيراميكا بس برضه ما تضمنش. الكرة في ايديك والملعب معاك. العب، العب لاخر ثانيه، العب لاخر ثانيه. الفوز ثم الفوز ثم الفوز. هنرجع تاني المباراة. الحقيقة النهاردة كان انا مش محضر حاجة، لان من ساعة ما جيت من الاستاد وانا يعني زوره رايح جدا. خدت حاجة سخنة لكن برضو لسه. فقلت لا، ما ينفعش ان انا اطول عليكم اكتر من كده. فان شاء الله يعني هنقول كده على ما اتذكر. مش مرتب حاجة في دماغي، لكن المباراة النهاردة كانت يعني بدايتها